السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال وراحة بال من رب العالمين. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة نصلي كده على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل صينية بسبوسة بالبندق كده، ان شاء الله الطريقة تعجبكم جدا. قبل اي شيء انا كده هستعمل البسبوسه اللي هي الاكياس الجاهزه. انا بستعمل بسبوسه ماركيز. بتبقى الطريقه مكتوبه كده على ظهر الكيس، وطريقه التحضير والشربات وكل حاجه بتكون مكتوبه على ظهر الكيس زي ما انتم شايفين. برضو مع طبعا انتوا هتشوفوا الطريقه اللي انا برضو شغاله بيها ازاي، وان شاء الله باذن الله تعجبكم زي ما انتم شايفين في اول الفيديو. صينيه البسبوسه كانت حلوه جدا وشكلها حلو جدا، سكرها مظبوط والشربات بتاعها مظبوط جدا وطعمها كان حلو قوي. وماركيز دي ماركه دي حلوه جدا، ما شاء الله جميله جدا. النوع ده بحبه قوي. وبرضو بحب طريقه البسبوسه اللي هي بتبقى سايبه، برضو بتبقى جميله جدا. بس دي لما بكون مثلا مستعجله بتبقى يعني سهله عن التانية. تمام. اول حاجه كده انا جبت صينيه كده الومنيوم زي ما انتم شايفين اللي هنعمل فيها البسبوسه، هي نفس الصينيه اللي انا هعمل فيها البسبوسه. هاخد كده حوالي 3 معالق كبار من السمنه، وهاخدهم كده ارفعهم على النار ان انا اسيحهم. 3 معالق كده هرميين كده حلوين كده زي ما انتم شايفين كده قدام، يعني قدامكم كده. تمام. انا كده 3 معالق يعني كده، يعني دول كده بمعدل 3 معالق كده هرميين كده كبار حلوين. خدهم بقى ارفعهم على النار. ماشي تمام. انا كنت بوريكم هنا وبقول لكم ان انا كده هاخدهم هرفعهم على النار وهرجع تاني نشوف هنعمل ايه. كده خلاص انا سيحتها على النار، وهنزل بيها على دي البسبوسه بتاعنا. تمام. وسبت كده حوالي، بصوا زي ما انتم شايفين كده، حوالي معلقه كده ولا حاجه في قلب الصينيه بتاعه البسبوسه. وهبدأ دلوقتي ان انا اغلف كل السمنه بتاعتنا ديت. السمنه بتاعتنا بدي البسبوسه. طبعا انا عايزه اغلفه، مش عايزه طبعا مش بتبقى عجن، هي مجرد بس تقليب كده زي ما انتم شايفين. تمام. لان انت لو يعني قعدتي تعجني فيها كده بايدك او تقلبيها فتره طويله هتبقى البسبوسه هتعضم معاكي، هتبقى ناشفه ومش حلوه. تمام. فانتي راعي الحته دي، فوانتي بتقلبي طبعا تقلبي كده زي ما انت شايفه كده، بحيث انتي تغلفي كل حبايه البسبوسه بالسمنه. تشبعيها كده بالسمنه زي ما انتم شايفين. تمام. انا مش بعجن، انا بقلب زي ما انتم شايفين كده، بقلب بحيث ان انا يبقى كل حبات الدقيق متغلفه معايا. تمام. هنزل بعد كده زي ما انتم شايفين كده، انا معايا كوبايه زبادي. كوبايه الزبادي دي اللي هي الكوبايه الصغيره. تمام. هبدأ برضو ان انا اقلب الزبادي بالدقيق بتاع البسبوسة. تمام. اقلبها برضو حلو جدا زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنزل انا معايا مية، ومعايا بيكنج باودر. مش هحتاج حاجة تاني. تمام. زي ما انتم بس ايه شايفين كده المكونات اللي قدامي ديت. انا عايزه اقول لكم ان صينيه البسبوسه دي من الحلويات اللي انا بعشقها جدا. انا وزوجي واولادي بتبقى جميله جدا. وانا عايزه اقول لكم ان هي بتبقى بالنسبه لنا على سفره رمضان كده بعد الفطار. من الحلويات اللي بنحبها يعني اكتر من اي نوع حلويات تاني هي صينيه البسبوسه ديت. فانا بحبها جدا. في رمضان برضو بتبقى حلوه قوي، كنوع كده من نوع الحلويات اللي ممكن نعتمده كده برضو على سفره رمضان بعد الفطار. طبعا بقى بعد الكنافة والقطايف والحاجات الحلوة بتاعت رمضان ديت. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت مية على قد كوباية الزبادي، وحطيت حوالي معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر.
طبعا البيكنج باودر ده اختياري، في ناس مش بتحب تضيفه. تمام. بس انا بحب اضيفه عشان بس برضو يديني كده، يعني يرفع معايا البسبوسه كده شويه. تمام. لان الكياس مش بتبقى نص كيلو، مش بتبقى نص كيلو. مش زي طبعا السايبه بتبقى ما شاء الله. انا حتى السايبه برضو كمان بحط لها والله. وفي نفس الوقت انا مش بحب البسبوسه تبقى اللي هي رقيقه قوي ديت، يعني سمكها معقول، يعني ولا كبيره قوي عاليه ولا رقيقه. تمام. ونزلت بيهم على دقيق البسبوسه، وبدات برضو ان انا اقلب كل ده. تقليب بس يا جماعه، مش بنعجن في الحاجه كتير. تقليب بس كده، عشان احنا مش عايزين البسبوسه تعضم معانا، ولما نيجي نعملها تبقى ناشفه كده ومش لها طعم. خلاص كده انا قلبتها زي ما انتم شايفين خلاص، وكل حاجه كده بقت كده متغلفه كده بحبات البسبوسه. ومعانا الصينيه زي ما انتم شايفين فيها معلقه سمنه كانت متسيحه من السمنه اللي كنت مسيحاها. تمام. مش يعني مش معلقه كامله برضو. أم... تمام. وبدات كده انزل بالبسبوسه معانا زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هبدا افرد البسبوسه معانا، وبرضو بعد ما اخلص همسكها برضو اخبطها كده على الرخامه خبطتين. وممكن بقى في المرحله دي برضو ممكن تبلي ايدك كده ميه وتساوي السطح بتاع صينيه البسبوسه عادي. وعادي السمنه اللي على الجناب دي اللي طلعت دي عادي حلوه جدا عادي، مفيش اي مشكله منها يعني. زي ما انتم شايفين كده انا اخبطها كده خبطه ولا خبطتين لحد ما اساوي صينيه البسبوسه معانا، وادخلها الفرن لحد كده ما على الرف او الوسطاني. لحد ما تاخد لون كده، تحمر كده من الجناب. اول لما تحمر من الجناب هتقفلي الفرن وتفتحي الشوايه. بس طبعا لازم الجناب يعني بتاعت صينيه البسبوسه تحمر معاكي، عشان تعرفي كده ان الصينيه استوت معاكي تمام يعني. تمام. وان مجرد بس ان هي تاخد لون كده وش لصينيه البسبوسه معانا. آه هو تقفلي طبعا الفرن وتشغلي الشوايه لحد ما اللون المناسب ليكي، وتطلعيها طبعا هي تكون حمرا كده لونها حلو كده واخده لون حلو. هو ده كده اللون المناسب. معايا هنا بندق ني. باخدته كده وكسرته كده نصين زي ما انتم شايفين. مرضتش احمصه لان هي لما تدخل على الشوايه هتاخد لون مع وش البسبوسه. تمام. وهبدأ ارص الصينية زي ما انتم شايفين. طبعا بقى الرصة اللي تعجبكم وممكن برضو تعمليها سادة بتبقى برضو تحفة. مش شرط برضو مكسرات، بس هو عشان بصراحة كيس البندق ده كان موجود، يعني انا مش جايبينه مخصوص يعني عشان اعمل الصينية. هو كان موجود موجود يعني في البيت. فبدأنا كده ازين صينية البسبوسة اي شكل كده عشوائي كده. طبعا برضو قلتلك لو عملتيها سادة بتبقى جميلة جدا. في ناس بتحب صينية البسبوسة تاكلها سادة، مش لازم يعني مكسرات. تمام. وزي ما قلت لكم طبعا هندخلها على الرف الاوسط في الفرن على درجة حرارة برضو من 150 كده ل 160. وطبعا الوقت دوت لحد ما هي تاخد لون من الحروف بتاعتها من الجناب كده. واول لما تاخد لون هتقفلي الفرن معاكي واللي تشغلي الشوايه. تمام. الشربات طبعا احنا لسه ما بدأناش فيه لان شربات البسبوسة بيكون شربات سخن خفيف. يعني البسبوسة بتكون سخنة والشربات بيكون سخن. تمام. وبيكون طبعا خفيف يعني بالكتير قوي 5 دقايق على النار وتقفلي على الشربات. زي ما قلت لكم بقى اي شكل يعني مش شرط بقى، يعني هي جت معايا كده. انا كنت عايزة يعني اعملها الفها كده دايره كده رصات دايرات كده برصه. يعني دايره دايره اكبر اصغر اصغر. بس هي بصراحه ما جاتش معايا مظبوطه يعني فمش مشكله. فالمهم ان انا يعني وزعت البندق في الاماكن اللي هي كمان بحيث ان هي تبقى مش فيها يعني كتير وكده. تمام.
طبعا البندق دوت مش متحمص، البندق دوت ني. لان هو طبعا هيتحط على الشوايه، فطبيعي ياخد لون. وكانت صينيه بسبوسه اللهم بارك، كانت جميله جدا. بس كده زي ما انتم شايفين، خلاص الصينيه خلصت معايا بالشكل دوت. تعالوا بقى نشوف طريقه الشربات. هنا بقى جبت ايه كزرولة كده، هحط سكر زي ما انتم شايفين. بصوا المج دوت مليته سكر كده. زي ما انتم شايفين المج طبعا الاولاني بتاع السكر كان كبير جدا، فالمفروض ان انا احط مج سكر وعليه مج ونص من الميه. بس عشان المج السكر كان كبير فانا حطيت كوبايتين ميه. وبرده الشربات دوت انا مستعملتوش للبسبوسه، لصينيه البسبوسه كله. طبعا انا خدت الشربات ورفعته على النار وكده بعد ما خلص. طبعا مش بحط ليمون ولا فانيليا ولا اي حاجه، انا مجرد ان انا بجيب معلقه سمنه بلدي او نص معلقه سمنه بلدي، وبنزل بيها على الشربات وبقلبها كده، يعني بعد كمان مرفوعه من على النار. ويكون خلص الشربات تمام. يعني بعد ما يخلص الشربات بضيف نص معلقه سمنه بلدي، دي بقى اللي بتخلي طعم البسبوسه بتوديها في حته تانية خالص، وبتخليلك طعم البسبوسه حلو قوي. تمام. التركية دي جميلة جدا، جربوها وان شاء الله العظيم هتعجبكم قوي. بتخليك طعم البسبوسة حلو جدا لما تسقيها بالشربات اللي فيه سمنة بلدي. طبعا البسبوسة زي ما انتم شايفين خرجت معايا كانت سخنة، والشربات كان سخن معانا، ونزلت بيه الاتنين على بعض. عفوا. ونزلت بالاتنين على بعض. الشربات سخن والبسبوسه كانت سخنه معانا، وزي ما انتم شايفين كده. طبعا بعد ما سقيتها سبتها تهدى كده يعني شويه، وبدات ان انا اقطع البسبوسه معاكم بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. طبعا سر البسبوسه طبعا وطعمها اللي بيبقى حلو ومميز جدا في المعلقه السمنه بلدي اللي انا هي حطيتها ديت. طبعا دي شكل البسبوسه زي ما وريتكم كده اهيت. بعد كمان ما بردت وقطعتها. بصوا زي ما انتم شايفين جميله جدا ومش عاليه جدا، زي ما انا بقول لكم برضو. سمكها حلو قوي.